هقول 8 نصايح لكي يحيا البيت في سلام. 8 نصايح عشان بيوتنا تعيش في سلام. 8 نصايح تعيش بيوتنا في سلام. النصيحة الأولانية: الترابط والتماسك وسط الشدائد والمحن. الترابط والتماسك وسط الشدائد والمحن. في نوعين: النوع الأول الترابط بربنا، نتمسك بربنا لما يكون في شدة، لما يكون في ضيقة. الملجأ الوحيد والسند الوحيد والعضد الوحيد المسيح. في ناس كتير منا لما تجيها ضيقة تبعد عن ربنا. هو ربنا حاسس بينا؟ هو امال جاب الضيقة دي ليه؟ امال هو عمل كده معانا ليه؟ ربنا بيحبنا، ربنا بيفهم، ربنا ما يعملش شر ابدا. اول ما تجيلك حكاية مش على مزاجك قول كده: ربنا بيحبني، ربنا بيفهم، ربنا ما يعملش شر ابدا. معايا؟ لما تكون في ضيقة اكتر وقت باصص عليك المسيح وانت في ألم، وانت في ضيقة، وانت في تجربة، وانت في حزن، وانت في احتياج، وانت في شدة. اكتر وقت المسيح باصص عليك ويبقى فرحان بردود افعالك. لما تقول له: يا رب انا متضايق بس بشكرك، انا حزين بس بشكرك، انا متألم بس بشكرك، ربنا واقف يسمع ده، واقف يشوف ده. اكتر وقت المسيح باصص عليك وانت متألم، وانت متألم. اوعى تقول له: انت سايبني، اوعى تقول له: الى متى يا رب تنساني. قول له: ابدا، انا عارفك فاكرني، عارفك فاكرني، عارفك شايفني. واستحالة الضيقة التي تحل بيا مش لخيري. انا متأكد ان كله للخير، حتى ان كنت مش فاهم، حتى ان كنت مش مدرك، حتى ان كان عندي قصور في الفهم، لكن انا متأكد انك ابويا وحبيبي. الزق في ربنا في الضيق، قول له: انت صديقي، انت ابويا، ما اقدرش ابعد عنك، ما اقدرش ابعد عنك مهما تعمل. انت بتحبني، انت محوض عليا. بيقول كده: يضيق عليهم حتى يشعرون. انا شاعر، انا حاسس، انا فاهم، انا واعي. فاكرين لما ملك اشور حاول يهدد حزقيا الملك وبعت له رسائل بهدله وقال له: مين الهك ده اللي بتتكل عليه؟ راح مسك. كان مفروض حزقيا يقول له: شوف يا رب انا مالي، لا، مسك الرسائل وراح حطها على المذبح وقال له: عليك بيه يا رب، عليك بيه. سخن الله على ملك اشور، فنزلت الملائكة بالليل تخلص على الدنيا دي كلها. اوعى وقت الضيق تبعد. مشكلة عندنا لما يبقى عندنا واجب ما بنتناولش. بنتناولش ليه؟ ده انت محتاج تعزية اكتر، ده انت محتاج حد يسندك، حد يعزيك، حد يقويك، حد يقف جنبيك. ولا طار بينك وبين ربنا؟ طالما امات الراجل ولا موت البنت انا مش مفيش حاجة كده، مفيش حاجة كده، كله للخير. اشكرك يا رب، انا بشكرك يا رب، انا عارفك انت معايا، عارفك انت معايا بس على طريقتك مش على طريقتي. انت بتحبني بس على طريقتك مش على طريقتي. دي الشق الاول. الشق الثاني: لما يبقى في ضيقة في البيت نسند بعض، نسند مع بعض. حد عيان في البيت، حد عيان في البيت، نسند معاه ونقف معاه ونحبه اكتر، ونحبه اكتر. اوعى لما يبقى في حد في ضيقة في البيت تسيبوه يبتلع من الحزن، يبتلع من الأسى، يبتلع من الوحدة. اوعى يكون في حد في البيت في ضيقة وتسيبوه. اسندوه، مكنوا له المحبة، عزوه. لكن تسيبه، اوعى اوعى اوعى. في حد في البيت تعبان، حد في ضيقة، حد في تجربة،
بنت اتأخرت شوية، عيل مجموعه قليل، حد من اولادنا مجموعه قليل في الثانوية العامة، حد عيان مرضان في البيت، كلنا نتكاتف ونسنده، كلنا نتكاتف ونسنده. اوعى تسيبه التعبان، حط نفسك مكانه يا اخي. ده قاعد في البيت بقاله كام سنة كأنه في قبر مش بيشوف الشمس. حط نفسك مكانه. مش كل ما تخش هو لسه قاعد ما ماتش، هو لسه مرزوق مطججنا بقاله كام سنة يا اخي. مفيش حاجة كده. ما يزرعه الانسان. كان في ملك جاب الوزراء بتوعته 3، قال لهم تنزلوا البستان بتاعي، انزلوا الجنة بتاعتي، كل واحد منكم ياخد كرتونة كبيرة ويملاها لي احسن انواع الفاكهة. اول وزير جري في الجنينة يحط مانجا وموز تفاح كمثرى، ملا الكرتونة بتاعته جه. التاني قال معقول الملك هيحتاج حاجة زي كده، قاعد يملأ اي كلام. التالت قاعد يملاها برسيم، كل واحد ملا الكرتونة بتاعته. الملك سابهم يومين 3 كده عشان يحسسهم من الامر مش مهم. بعد يومين 3 دخل واحد الأوضة دي والتاني الأوضة دي والتالت الأوضة دي، وقال لهم كل واحد ياكل اللي جمعه، كل واحد ياكل اللي جمعه. يا ترى انتوا جمعتوا ايه في الكراتين بتاعتكم؟ جمعتوا ايه في الكراتين بتاعتكم؟ حاطين ايه لزمن الجوع؟ كان في واحد في البيت طبطبوا عليه واكلوه، حنوا عليه. اقسموا معاه صحتكم، حطوا مرضه على صحتك واديله العشور حتى يا اخي، اديله العشور. ما قاعد في البيت ولا حد بيأكله ولا حد بيسأل عنه، والنهار كله كأنه ميت ناقص بس يدفن. ما ينفعش. طولوا بالكم، طولوا بالكم. يعني لو انت ده كان ايه اللي حصل، لو انت ده كان ايه اللي حصل. طولوا بالكم على بعض، طولوا بالكم على بعض. اتحدوا وقت الضيق، وقت التجربة، لكي تكون القوة اكتر من المقاومة. عليكم ضيقات وتجارب، اتحدوا مع بعض، اقفوا مع بعض، اسندوا بعض، شيلوا بعض. ده لما ابونا بيروح يزور عيان وياخد معاه 2 3 يقعد حواليه يضحك ويهزر ومبسوط، اول ما ابونا يمشي ايه اللي بيحصل؟ يصرخ. الست بتاعته تقول له ما كنت حلو، ابونا مشي من هنا والصريخ بدأ ليه؟ عنده حق، هو اللي صح. وهو قاعد مع ابونا والناس زحموا على الناس. لما ابونا مشي الهم وجاله تاني. فلما نقعد معاه كتير بناخد همه، بناخد حزنه، بيوزع علينا الألم اللي هو فيه، فبيبقى نصيبه قليل فبيضحك. لكن اول ما نمشي بيرجع كل همومه وكل ألامه. لما يبقى في حد في البيت شيلوه، شيلوه. لما نتحد وقت الضيقة نرتاح، نرتاح. لكن كل واحد على راسه في البيت والبيت مشتت ومشندل، تبقى طول عمر البيت كل فرد على حدة عيان وكله تعبان. لما نتحد ونقسم من صحتنا على المريض بيخف، بيفرح، بيمشي معانا، بيتكلم معانا ويحس انه عضو مهم. دي النقطة الأولانية، اتحاد الأسرة في الشدائد. اتحاد الأسرة في الشدائد. وتقول له النهارده عيد ميلادك، عامل له تورتايه ب3 قروش وجايب له ساعة بقرشين وجايب له قميص ومنطلون، حسبة كده ما تخشش في 200 جنيه. يا على الفرح. يفضل مبسوط بده، سعيد بده، فرحان بده، مطيع من اجل ده. اتنين
يبقى حاسس بثقة، حاسس انه محبوب، حاسس انه محسوب، حاسس انه مهم. ايه اللي احنا كلفنا ده؟ امه خدته في حضنها وابوه قاعد يبوسه ويطبطب عليه. عملت منه بن ادم، عملت منه راجل بينفع نفسه، ينفع بيته، ينفع كنيسته، ينفع بلده، بمجرد طبطبت عليه. النهارده عيد ميلادك يا فلان. عيد ميلادي؟ عيد ميلادك يا حبيبي. يفضل طول عمره يقول حاضر يا بابا، حاضر يا ماما، انا مش قادر انسى انكم اهتمتوا بيا. ياه، هو انا مهم كده؟ يفضل طول عمره شبعان حنية، يفضل طول عمره دفيان باحضانكم، يفضل طول عمره نفسيته مرتاحة، يفضل طول عمره عضو حاسس انه مهم. ما اصعب حاجة ان الانسان يلاقي ما حدش حاسس بيه، يلاقي حد ما حدش حاسس بيه. يا لما تطبطب على ابنك وتعمل له عيد ميلاد، يفضل طول عمره مش ناسي ده، يفضل طول عمره خاضع من اجل ده، يفضل طول عمره تحت رجليك من اجل ده. اهتم بيه، كبره عشان ترتاح بكره، كبره عشان ترتاح بكره. لكن تهمله، طب ما انت اللي هتشيل، انت اللي هتتعب وانت اللي هتشيل. كان في لندن قريب حد صاحبي بيحكي معايا يمكن من يومين، يقول عدينا عملوا لنا رحله وشفنا المحاكم، وام واقفه كده، فبسال المرشد اللي معايا الام دي واقفه ليه؟ قال اصل سابت ابنها في البيت 6 ساعات وحده، عاملين لها قضيه. تسال امهاتنا هنا تقول لك صدقني من شجاوتي ربطت في السرير ورحت الشغل. ربطت في السرير؟ هيطلع كويس ازاي ده؟ واللي فيه اصعب من كده، انا حطيته في دورة الميه وقفلت عليه عشان شجي. الكلام اللي بقوله ده حصل. ربطته في السرير ومشت، والتاني حطته في الحمام وقفلت عليه. عيالنا هتطلع سوية ازاي؟ هيطلع فرحان ازاي؟ هيطلع نافع ازاي؟ هيطلع مهم ازاي؟ هيطلع فرحان ازاي؟ هيطلع يدي مصلحة ازاي لما انت من بدري سجنته، من بدري حبست فيه الطاقة، حبست حريته؟ هيطلع نافع ازاي؟ في الاخر تقول اصل الاولاد، اولاد انت السبب، انت اللي وصلتهم لكده، انت اللي عملت فيهم كده. عيدوا حساباتكم شوية مع اولادكم. مشكلتنا ان احنا مش مذاكرين، احنا مش مذاكرين، احنا مش واعيين، احنا بنخاف نواجه العيال، مش مذاكرين. 3 المعاملة يبقى اول حاجة الاتحاد في الضيقة. 2 الاهتمام بالاولاد الصغيرين. 3 المعاملة الطيبة بين الزوجين، المعاملة الطيبة بين الزوجين. كل واحد منكم يقول في نفسه كده، الست تقول كده انا مكرس حياتي لراحته، انا مكرس حياتي لراحته، وهو يقول كده انا مكرس حياتي لراحتها. انا ما قلتش حاجه من عندي. مشكلتنا احنا الشق العاطفي ميت عندنا وبنعتبره حاجه زياده، الاحساس ميت عندنا بنعتبره عيب. يعني الست بتاعتك بطول ما مضغوطه ومش لاقيه كلمه تفضل تعبانه، ولو الست تعبانه البيت كله تعبان. الست لو تعبانه البيت كله تعبان. اول رد فعل هيجي عليك، طبطبت عليها هتفرح، ضربتها هتحزن. اول رد فعل انت اللي بتجنيه، انت اللي بتاخده. يعني هي محتاجه حد يقول لها شكرا الاكل كويس، شكرا الشقه نظيفه، شكرا لبسك حلو، شكرا شكلك حلو، شكرا العيال كويسين. طبعا مش يرمي شويه الخضار وشويه العيش وينام لغايه ما يقوم ياكل ويمشي. لا، الست بتعمل حاجه، خلي بالكم، تفضل تجرفه لغايه ما ياخد باله، عشان نبقى صراحه.
كنا عايزين وعايزين وعايزين هي مش عايزه حاجه، هي مش عايزه حاجه ابدا. كنا عايزين وعايزين 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 لغايه ما تطبطب عليها كله اتقضى. عشان ابقى صراحه، بتلفت نظرك ان في شيء مهم انت اهملته. كان في واحد شال مراته على راسه كده وداير بيها فرحان، والناس يا ابن الايه ده، انت ايه ده؟ وانشغل، تخبط على راسه فين لما يرد. بعد كده راسه جه عليها تراب، تخبط ما يسمعش. معدي من جنب شجره في غربان بتضحك وتهزر، راحت مسكت في الغربان وهزرت مع الغربان وسابت زوجها لما اهملها. فهمت ولا اشرح تاني؟ اوضح تاني؟ محتاجه حد يقول لها صباح الخير، حد يقول لها عوافي. في شق كده عاطفي، في شق وجداني، في احساس. اصل انا باكل وبشر، لا لا لا، اهتم شويه، اهتم شويه، وكل واحد يبقى واخد باله من التاني. كل واحد يعرف دوره في البيت. ايها الام كوني على قدر المسؤوليه. عندنا مشكله ان احنا بننسى المسؤوليه بتاعتنا، بننسى مسؤوليتنا. يعني لما يبقى في مشكله وداخل عيد، نخلص من بعضينا وما ناخدش بالنا من مسؤوليتنا على الاولاد. انت زعلتيني ما تروحيش الكنيسه الليله دي، طب والعيال؟ انت زعلتيني ما تنوريش النور، هنطفي الشقه وننام بدري. انت زعلتيني ما حدش يروح كنيسه، زعلتيني ما نلبس هدوم جديده، زعلتيني ما تطبخيش، زعلتيني. طب والعيال؟ والعيال؟ ليكن الزوج والزوجه على قدر المسؤوليه. في امور مش بتاعتك، في امور بتاع البيت كله، البيت كله. ما ينفعش انت تعمل كده، ما ينفعش هي تشد. خلي بالكم احيانا نبقى فاهمين ايه اللي عايزينه من بعض وما بنعملوش. هو بيحب كذا كذا، مش هعمل، اديله على جده. مفيش حاجه كده، مفيش حاجه كده. كونوا لطفاء، كونوا لطفاء، كونوا رحماء. لكن ما ينفعش ان الواحد يبقى شديد. النقطه اللي بعد كده، زرع المحبة بين الأولاد. اوعى يتكرر قميص يوسف مرة تانية في البيت. اوعى تطبخي وتدي تقولي ليعقوب اكل ابوك عشان تاخد البركة من اخوك. اوعى دول يتكرروا الاتنين. ولا تميز عيل بقميص ملون، ولا تجيب اكل تقول له ادى ابوك عشان يحبك ويديك البركه ويطرد اخوك عيب. اوعى اوعى. خد كل دول قبل اخوك ما يجي، كل ده قبل اخوك ما يجي. اوعى خبي دي قبل اخوك ما يجي. اوعى اوعى. ازرعوا المحبه في الاولاد. اوعى اول ما يدخل ابونا في البيت تقولوا له بس هو وحش، لكن اخوه التاني ناصح وحلو وشاطر في اوعى 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 اوعى. بتكتير العيال، بتكتير الاولاد. اتنين، كوني قدوه انت وجوزك قدام اولادك، كوني قدوه. اوعى تسمعوا العيال كلمه وحشه، حركه وحشه، موقف وحش. اوعوا. ازرعوا في العيال المحبه من الصغر، من البدايه، عشان تستريحوا. خد الهدية دي، اخوك كان جايبها لك من شوية بس لما لقيتك اتأخرت مشي. الاكل ده كان بتاع اخوك وقال لا مش اكله، خليه لاخويا. لكن ند من ورا بعض ونشتتهم ونقسمهم ونفرقهم ونقسمهم على بعض، ما ينفعش، ما ينفعش. اوعوا تعملوا كده. كان في مرة عملوا مسابقة جري 20 متر كده، جابوا 5 عيال يتامى، 5 عيال يتامى.
كان مربيهم واحد كويس. بعد 20 متر كده حطوا شوية فراخ محمرين وشوية رز محمرين وشوية قمصان ومنطلونات وشوية أحذية، وجابوا العيال كده ووقفوهم وقال هنعد 1 2 3، اللي يوصل منكم الأول هياخد كل اللي هناك ويعيش طول عمره معاه كل حاجة. 1 2 3 لقوا العيال راح مسكين بين بعض وبدأوا يجروا. الراجل راح قال لهم لا 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 لا، ايه ده مسابقة. قالوا ما حدش فينا هياكل من غير التاني، ما حدش فينا هيلبس من غير اخوه، احنا بنحب بعض، احنا حاسين ببعض، احنا محتاجين زي بعض، احنا يتامى زي بعض. مش هقسم عيالي ده مع امه وده مع ابوه، ودي تتغدى مع امها وتتغدى مع ابوها، ده ما ينفعش. ازرعوا المحبه، بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه. هيئوا مناخ مقدس تنمو فيه العيال، خلي البيت مناخ حلو. البيت ما حدش يحب يطلع بره البيت، ما فيش احسن من بيتنا، لكن تقسموهم انتوا اللي هتتعبوا، انتوا اللي هتتعبوا. 5 تحديد المسؤوليات، كل واحد في البيت يبقى عارف دوره ايه. الاب اب مسؤول مسؤولية روحية ومسؤولية إدارية عن البيت. إن ساب مسؤوليته هيفقد جماله. يحببهم في الكنيسة، يحببهم في ربنا، يحببهم في الأبدية. ده مسؤول وما يسيبش دوره، ما يسيبش دوره أبدا. لو ساب دوره مش هيبقى أب، لو ساب دوره مش هيبقى جميل، لو ساب دوره مش هيبقى مسؤول، لو ساب دوره مش هيبقى حلو، لو ساب دوره مش هيبقى مقبول. كل واحد عارف دوره. الأب أب مسؤول عن سلام البيت، عن روحيات البيت، عن كل ما يحتاج إليه البيت. الأم هكذا، لو أخذت دور غير دورها تفقد أمومتها وحنانها وحنيتها وعطائها وقلبها وروحها. شايفة جوزك راجل بسيط، اسنديه من تحت لكن ما تاخديش دوره، ما تصغرهوش. اصل هو ما يفهمش، ما يتقالش كده. ده احسن راجل انا شفته في حياتي، ده انسان كامل، انسان محب، انسان محترم. ما تقوليش غير كده. اوعى تصغر وتقلل من شأنه قدام نفسك. تدعوه كل حين سيدي سيدي، فينظر الله الى اتضاعك ويجعل حياتك تثمر حتى لو كنت عقيمة. ونظر اتضاعها واعطاها اسحاق بعد الكبر. هيديك وتثمري مهما كانت حياتك جافة. لكن جوزي وحش، يا راجلي مش حلو، يا راجلي قليل، اوعي ما تجلليهوش ابدا قدام حد. والست تبقى عارفة دورها كأم، حنينة وطيبة وتطبطب وتدادي وتحادي وتدي ورقيقة ومريحة ومفرحة. كل الأمور الحلوة فيها. اسندي زوجك ولا تفقدي جمالك، ساعديه لا تتسيطري عليه، اسنديه لا تستغل طيبته وبساطته. لا أحد يتعدى على شغل حد. الأولاد حياتهم الابن مطيع مريح خاضع مذاكر شاطر يفرح. النقطة التانية في دي نحاول نسند لعيالنا مسؤوليات صغيرة. يعني ايه؟ انت اقرا الاصحاح ده وبشرحه لنا. انت يا بنت النهارده هتطبخي مع ماما، انت النهارده هتطلع مع بابا تجيب الطلبات. اسند لهم مسؤوليات صغيرة، يكبروا يفهموا ياخد خبرة يطلعوا كده. يعني الواحد منهم يقدر ياخد بعد كده قرار لما تعودوا انه يكون من البداية مسؤول. 6 ودي مهمة، ان كان كل اللي عدى مهم دي اهم. روح الحوار والتفاهم في البيت.
روح الحوار والتفاهم في البيت. عايزك يا بابا، اتفضل يا حبيبي، ادي التليفون هركنه، ادي التلفزيون هقفله، ادي الجورنال هقراه بعدين. ياه، يحس انه مهم. انا فاكر كنت اقول لابويا انا عايز احكي معاك شويه، يقول لي حك انا سامعك. اقول له لا، عايزك تسمعني بوشك، بعينيك، بعينيك يا ابويا، مش بودانك بس، بكلك، عشان تشوفني كلي، عشان تقدرني، عشان تقيمني، عشان تفهمني. ما تدينيش ودانك بس، انا مش عايزك تسمعني، انا عايزك تشوفني، تشوفني وانا بتألم، تشوفني وانا بشرح، تشوفني وانا بقول. لكن ما ينفعش ابدا انك الجورنان كده اتكلم، ما ينفعش. روح شوف امك، حكم عمك كده، قتلته مات كده، يساوي انه مات، يساوي انه مات. اسمعوا اولادكم، اسمعوهم، اسمعوهم، ادي ودانك، ادي ودانك، اسمع وما تعملش حاجه، بس اسمع، قدره، افتح خط بينك وما بينه. ان كبر ابنك خويه يعتبر اخوك، بيدور له على اب بعيد عن البيت، بيدور له على غراب يسمعه. والبنت لما تروح لامها مفروض امها اتفضلي يا بنتي، انا مش امك، انا اختك، انا اختك الكبيره، يا جمالك، يا حلاوتك، يا جدي انا فرحانه بيكي، يا ده الناس بتحسدني كل شويه، بنتك دي اموره، بنتك دي جميله، بنتك مريحه، يا ماما. كل ده فتحت مجال اهو. لا تخيلي ان راحت يا ماما عايزاك، الطبيخ هيشيط، ابوك هيجي الوقت ياكل بعد كده، انا قاعده قدامه المسلسل، اصل انا مرتبطه بيه من السنه اللي فاتت، اصل كنت احكي مع مين يا ماما؟ احكي مع مين؟ اروح لمين؟ وبعد كده نيجي نصرخ الحقوني، بتحكي معاه. روح الحوار، نسمع بعض، نسمع بعض. اصل يا ماما انت لما سمعتيني كان معايا موضوع عايز احكيهولك، بس مكسوفه منك يا ماما، لكن محبتي خلتني اتكلم. فيه واحد كان جابني، تقول لها حسنا قلتي، لكن ينقصك شيء واحد، وتبتدى تفهمها، تبتدى تطورها، تبتدى تعجلها. مش هي اللي بتقولي يا بنت ده وقابلتي فين، وابوك لو سمح هيذبحك. مفيش حاجه كده، مفيش حاجه كده. كل الزعيق ده ما بيغيرش من الامر شيء. اللي غير المنطق والحب والود والودن. لكن هتصرخ ما تصرخ، هتجابله وتحكي وتحكي وينفرد بيها، لانك انت يا ام صرتي عدوه. تقول لها حسنا قلتي، ينقصك شيء واحد، وابتدى تصلحي لها المفاهيم. غير المفاهيم، غير اللي جواها. اسمعي بالراحه، وافرحي ببنتك انها بتحكي. لكن هنفضل طول حياتنا مقفلين، الدنيا شغاله، وهتاخد من بره ارشاد، وتاخد من بره وصيه، وتاخد من بره تمشي ازاي وتمشي براحتها، وانت اللي هتتعبي بعدين. النقطة اللي بعد كده، احتووا الأولاد، احتوهم. التشجيع لا التوبيخ، التشجيع لا التوبيخ. أسرع حاجة احنا حافظينها صام، نوبخ. أول ما تجيب كحكة يا غبي، ما أنا قلت لك إنك غبي وفرحان، ما أنا جاي لك إنك غبي. شو الكلام؟ ليه التوبيخ أسهل من التشجيع؟ التوبيخ بتر، قطع، زي الدكتور العبيط، أول ما يجيك يقول لك يا ده عايزك بتر،
انت عايز ليه؟ ما عندوش استعداد يطبطب ويحط برهم ويحط وشاش وجبن ويغسل ويقطع ويغور. احنا بنعمل كده مع اولادنا، اقطع وغور. لما تقول له انت غبي بتبقى ذبحته، بتبقى قتلته، بتبقى اعدمته ومش هيجيلك تاني. وانت عايز كده، انت عايز كده تقول كلمة مش هتشوفه طول عمره. مرة عيل داخل البيت، واول ما دخل البيت ده يقول امه بتقول له صوتك زي الحمار. قعد لتانية جامعة يتلعلسم كده ويتلعسم مش عارف يتكلم، الكلام مش طالع عدل. جابوا له حد يعلمه التخاطب، جابوا له دكتور في الجامعة، جابوا له لغاية تانية جامعة يعلمه فيه مش عارف يتعدل، مش عارف. ما تقول له انت بتقول حلو يا ابني، بس يا ريت تجاب للمعلم فلان يعلمك، يا ريت تجاب لابونا، يا ريت تجاب هو انت حلو بس محتاج حد يعلمك. بس دايما التشجيع محتاج متابعة، واحنا ما عندناش استعداد. التشجيع محتاج متابعة. انت كويس، بكرة هتسأل عليه اخبارك ايه حبيبي؟ انت في مادة كنت جايب فيها مرة بس انا سمعت انك بقيت كويس. ما حدش عنده استعداد يعمل كده، ما حدش عنده استعداد يعمل كده. كان توماس اديسون كان عمل اكتر من 1000 براءة اختراع، منها النور ده. الراجل ده كان يمكن في رابعة ابتدائي، امه عطت له جواب مكتوب فيه الجواب: انت احسن طالب في المدرسة، مستواك عالي عن امكانيات المدرسة، فالمدرسة بتقول لك شوف مدرسة تتناسب معاك، ما تجيش عندنا. انت مستواك عالي، فهمك اكتر، فهمك احسن، فهمك افضل. يا ماما صح، صح. وفضلت تتابع في الواد لغاية ما طلع مخترع، عمل 1000 براءة اختراع. امه ماتت، بيكلف في الورق بتاع امه كده، لقي الجواب مكتوب فيه ايه: ابنك غبي، اوعى يجي المدرسة، ابنك ما يفهمش، ابنك شوفوا له حرفة طلعيه من عندنا، اوعى يجي عندنا. ادي الورقة. ما اسهل احنا شوفوا المدرسة بتقول عليك غبي، ما انا جاي عليك غبي من زمان، ما هو ده اللي انا قلت عنك يا ابني، خد يا غبي روح اتعلم، متأسف تعلم لك اي حرفة، روح اتعلم لك حكاية. لا، خبت الورقة دي، خبتها. انت مستواك عالي، ما خلي بالكم في توبيخ وتشجيع. التوبيخ مرة وامشي، غور وامشي، انت غبي وامشي، انت حمار وامشي. لكن هتشجع محتاج متابعة. النهارده عملت ايه؟ بكره عملت ايه؟ ايه اخبارك النهارده؟ طب وريني الدرجات. طبعا احنا ما عندناش استعداد نعمل كده. دايما اقطع وارمي. خلي بالكم من عيالكم، خلي بالكم من عيالكم عشان تستريحوا بكره. اتعبوا شويه النهارده، اتعبوا شويه النهارده. انا كان فاكر في حد اعرفه، يمكن في بعض منكم يعرفه، كان كاهن وكان مدرس في الكليه الكليريكيه. ابنه سقط في الدين في ثالثه ثانوي. كاهن مدرس في الكليه الكليريكيه، ابنه سقط في الدين في ثالثه ثانوي. فرحت اشوفه، بقول له الواد، قال لي واد ايه ده كفايه حبه لاخواته. ابونا بيقول لي ده كفايه تشجيعه لاخواته، انا حاسس بيه. ما كانش مركز، كان عيان، بس الواد قاعد معانا. ده حته واد ابقى غايب ومطمن. النهارده خلص 4 سنين كليه وعمل دبلومه وعمل ماجستير وعمل. لو قال ده غبي وكسفني، انا كاهن وابن سقط في الدين، ده انا مدرس في الكليه الكليريكيه. ابدا ابدا ابدا. ابني حلو، ابني حلو طبعا ويتابع. ابني حلو ويتابع، لكن ده خلاص مفيش منه فايده. فاكر قصه ظريفه قوي، مش عارف حكيتها لكم يمكن في ده، ان ما تقولش مش نافع. ده الناس كلها راحت له وسالوا عليه، هو مش نافع، هو طبيعته كده، هو ما ينفعش في حاجه، هو لا ما كفايه كده. لا، قصبه مردوده لا يقصف، فتيله مدخنه لا يطفئ.
لا يطفئ. تشجيع. كانت الارض خربة وخاوية، فوق الغمر ظلمة وروح الله يرف. ضلمة وخاوية وظلمة وروح الله يرف. اوعى اوعى تفقد املك في حد، اوعى تيأس حد، اوعى تقطع رجاء حد.